طلعتها تشتغل انت، تقعد تدخل لك 200، تتحنن لك 200، مرتها تشتغل. انت ما شاء الله عيونك مفتحات، جسمك ما شاء الله، صحتك ما شاء الله. انا اسفه للرجال المريضين وقاعدين في بيوتهم عيانين وصحتهم ما بتسمح لهم للشغل وللعمل، انت ما مؤاخذ. في رجال يا اخواننا قاعدين في البيوت صحتهم ما بتسمح لهم انه يطلعوا يشتغلوا، ربنا سبحانه وتعالى بلام بمرض. دير على راسنا من فوق، وزوجتك سندك وزوجتك ظهرك زوجتك وعيالك، وربنا يسندك ان شاء الله، ربنا يرفع عنك البلاء. اي راجل عيان ما قادر يشتغل ربنا يرفع منه البلاء ان شاء الله. كويس. لكن انت يا عاطل يا شاب يا قاعد بغل تاكل وتشرب وتنوم وداير مساعدة الدولة. المرة لما اتضايقت طلعت اشتغلت، الجوابات حق الجوب سنتر كترت عليهم. يا اخوان الكلام ده بيخص بس ناس بريطانيا، ما بيخص ناس تانيين، ناس اوروبا. انت عاطل قاعد في البيت 24 ساعة تشيل من الدولة، والدولة لما تعرف انه زوجتك طلعت اشتغلت بيساندوها، وبعد شوية بيحرضوها عليك بطريقة غير مباشرة. هو وقاعد يعمل شنو أسئلة وشغال وين وانا حيشتغل 200 وما قالوا لقى شغل ولا ما لقى شغل. لكن ده تجي تتكبر في المرأة. الكلام ده احنا ما بنسمح به والله، ما بنسمع به. في رجال حس زعلانين من الكلام، يقول لك والله بنت القادحين قالت، والله قالت هنا، والله قالت. لا بنت القادحين شافت الحاجات الغلط وقالتها، ما قالت حاجه ثانيه، ما حرضت. انت اشباه الرجال القاعد، لانه اليوم ذاك ابو المقداد فتح الموضوع ده هنا. كويس، فتح الموضوع ده هنا. انت راجل عاطل، لا تشلت ولا تكسر رجالتك، او خاين كذاب تمرق من المسا، تجي داخل 6 صباحا البيت تلف مع المانافعين ما نافعات زيك. في رجال كده، في رجال بيقولوا احنا شغالين، عشان انت شغاله بيقول لك انا شغال، بيطلع 6 مساء بيجي داخل 6 صباحا عربيه يكب لها بنزين، كابس، يسوي يسرق من البيت حاجه ما مهم، يضطر يعمل حاجات ما مقبوله عشان يسوق العربيه، يطلع بها من 6 مساء يجي داخل بها 6 صباحا. ما في زول يقدم قس يا اخوان، انا بس اكمل كلامي ده. يجي داخل بها 6 مساء، 6 مساء يجي داخل بها 6 صباحا بعربيته، ويقول لك انا شغال مجرم. وهو كايز يضطر من البيت من اي حاجه، المهم يمشي اموره ويتكشف مهما طال الزمان، بيتكشف. في مره كشفته بعد 18 19 سنه، كشفت الراجل كذاب بيت وابو عياله، بيستغلهم، بيستغل المرأة، مرة طيبة معاه واقفة معاه سندته بقت له ظهر. مجرم ما بيخاف من الله، لا خاف الله في أولاده، ولا خاف الله في بيته، ولا خاف الله في عاطل، طول حياته عاطل، لا ضمير له ولا إنسانية له. أنا عشان كده لما أقول لك أرجع للطبيب النفسي، أنا ما بقول لك الكلام ده سهل. في رجال جابوا أمراض من بيوتهم، لأنه البيوت ما سوية، والبيوت أسرار. البيوت ما سوية والبيوت أسرار. أخته يأكل من أخته، يأكل من رجل أخته، يأكل يعيشوا من رجال أخواتهم، يعيشوا من القرش المهم جابوه في البيت. القرش اللي جا في البيت عايش من أخواته من أهله، القرش اللي بيجي في البيت ما عنده صينية جابها من عرق جبينه. الصينية اللي بتجيه ده ما عارف مصدرها، يتربى على الحاجة دي ويتزوج مرة ويجي يقعد معاها ما عارف المسؤولية. يلقى لها مرة مثلا مسؤولة، مرة شغالة، مرة كويسة، مرة منظمة، يحاول يدوس من شخصيتها، يطلع امراضه فيها، يصل في النهايه حتعمل لك شنو؟ في اوكي هنا بتفتح لك الباب وتطردك، بتفتح لك الباب وبتقول لك باي باي، لان زوله شافت راجل ما مسؤول، راجل ما داري يصرف، راجل ما داري يتطور، راجل ما داري شافي، ايوه راجل ما داري يتطور، راجل ما داري يمشي لقدام. لا تتضارب معه ولا يتضارب معه، افتح الباب يطلع بس. في السودان يا اخواننا كده في موظفات بيكونوا شغالين، موظفات شغال في الشركه، او بيجا واحد في المؤسسه اللي هي شغاله فيها بيقول دايره لما تتفاجئ تقرا في